على إسرائيل إنها تحترم قرارها في المحافظة على الدروز. كان قرار وبيتطلب إنها تحافظ عليه، لأنه كل مس في هذا القرار هو كارثة إنسانية على السويدة. وكل واحد في الطائفة الدرزية في إسرائيل بيتعاون ضد أبو سلمان حكمة الهجري، ضد الدروز هناك، وبيلعب دورين ما إله هون بعد الحرب، لأنه هذا شريك للكارثة اللي بدها تكون هناك. لذلك أنا بحذر وبطلب من كل إخواننا الدروز في إسرائيل يوقفوا، مش في القرى. اطلعوا على السفارة الأمريكية. مجبور ترامب يقيل توماس باراك، هذا الكارثة، هذا المرض اللي موجود على الدروز في سوريا، اللي هو عم بيجرب انه ينزع سلاح بطريقة إسرائيل وطريقة المتعاونين في الدروز هون. نعم، أنت تقول في هذه النقطة أستاذ أيوب الدروز هم يعني وفي أعقاب ما يحدث من تطورات يعني تحولوا إلى ضحية في هذه المعارك، ولربما ضحية الإدارة الأمريكية وتوم باراك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى جهات هنا في الحكومة الإسرائيلية التي خذلت الدروز. هذا ما تقول؟ ما في شك في ضغط بسبب توماس باراك على الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو عم بفكر إنه يحل المشكلة طريقة دروز من هون. هذا ما بيمشي ولا حدا بيقبله. كنا في فيلم زيه في لبنان، ما تروحوا لهذا الفيلم. أنا بناشد أني كوري لكل عام إسرائيل להיות יחד ולעצור את המגפת רצח העם המתבצע נגד הדרוזים בסווידה. אתם הבטחתם להגן עליו. כל נגיעה בדרוזים נגיעה בישראל, וחשוב إنه نحن نعرف إنه فيش خط ثاني. هذا الدروز هن خط أحمر، وإذا بيصير عليهم شيء نحن كلنا مع الدروز السويدة. مش ممكن نقبل هذا الاشي، وهذا كارثة على إسرائيل وعلى المنطقة كلها.